انا الشغلانه اللي فيها دلوقتي حاسس اني ما بقتش بتعلم فيها حاجه جديده. بعمل نفس الحاجه كل يوم هي. ويلكم تو ذا كلاب. كلنا كده، مفيش اي مشكله خالص ان الحاجه اللي انت تكون بتعملها دلوقتي تكون ما بتتعلمش فيها حاجه جديده. انت بعد فتره من الشغل هتكون خلاص الحاجه بالنسبه لك بقت روتينيه. دي ما فيهاش مشكله. المشكله ان انت بقى تبطل تتعلم. طب ما انا مش عارف اتعلم عشان الوظيفه بتاعتي ما فيهاش حاجه اتعلم منها. ده انا بقول لك كمان ان حتى الناس الشاطره اللي معايا في التيم راحوا تيمز تانية او راحوا شركات تانية، فانا ما بقتش لاقي حد اتكلم معاه واتعلم منه. مش لازم تتعلم من نفس التيم بتاعك، مش لازم تتعلم من نفس الشركه بتاعتك. انت المسؤول عن تعليم نفسك، مش لازم تتعلم من نفس الوظيفه اصلا. ممكن تفكر في اكتر من فكره عشان تحل المشكله دي. فكره منهم هي الفورورد والباكورد انتجريشن. يعني ايه؟ بتشوف دلوقتي انت في الشركه كلنا تروس، يعني في المكنه الكبيره اللي اسمها الشركه اللي احنا شغالين فيها. بخلص انا حاجه بسلم للتيم اللي بعديه، وانا اصلا عشان ابدا الشغل بتاعي بيجي لي شغل من تيم قبليه. ممكن اعمل فورورد انتجريشن واشوف هم شغلهم بيبقى ايه، وابدا انضم للتيم بتاعهم حتى لو مش بشكل رسمي، بس بعمل التاسكات اللي هم بيعملوها واتعلم منها واضيف لمعلوماتي او لخبراتي حاجه زياده عن الشغلانه بتاعتي. او اشوف التيم اللي قبلي بيبقى بيعمل ايه واشتغل معاه على الحاجه دي، او حتى نشتغل على البروسيس امبروفمنت. يعني دلوقتي المدخلات اللي هم بيدوهاني ممكن ما تكونش كواليتي انبوتس او حاجه مش بالجوده اللي انا عايزها او بالجوده اللي تساعدني انا بقى في المرحله بتاعتي. طيب ما انا اعمل بروسيس امبروفمنت او تحسين للعمليه النظاميه جوه الشركه من خلال ان انا اعمل تواصل مع التيم اللي قبليه واشوف ازاي نحسن من اداء الشركه ككل. ممكن كمان تتعلم من خلال حضور كورسات، حضور ايفنتات، انك اصلا تاخد فري كوتشنج سيشنز اونلاين. دلوقتي بقى متاح جدا جدا، ومش في نفس دولتك بس، ده انت بيتعامل مع كل الناس من كل الدول. ادخل كده على جوجل، اكتب بس فري كوتشنج سيشنز ان، واكتب المجال بتاعك، بروجكت مانجمنت، برودكت مانجمنت، سكرام ماستري، اي حاجه انت عايز تعمل فيها فري كوتشنج سيشن. هتلاقي مواقع متخصصه بيجي لك كوتشز ناس شاطرين جدا من على مستوى العالم، وتدخل تتناقش معاهم في اي تشالنج او اي موقف عندك. دي حاجه انت تقدر تستفاد منها. لو في عندك اي تشالنج في الشغل تقدر تتناقش فيه مع حد اكسبرت في المجال ده. ويا سيدي مش لازم يبقى تشالنج، احكي نفس السيناريو اللي انت بتشتغل فيه حالا واللي انت شايف نفسك فيه جامد زحليقه، انت بتعمل احسن حاجه فيه. بس لما تحكيه لحد تاني وتسمع منه هو بيعمله ازاي، او هو ايه البوينتس اللي بيحب يهايلايت في النقطه دي، ايه التيبس والتراكس وهاكس اللي هو بيستخدمها، هيضيف لك بعد تاني خالص ان انت تقدر تتعلم من الحاجه دي. ومش لازم تبقى فري كوتشنج سيشنز، ممكن تبقى بايد كوتشنج سيشنز او بايد كونسلتنسي، انك تيجي لي في استشاره ونتكلم فيها، مفيش مشكله. بلاش حتى بايد، ممكن تعمل كوتشنج بس مع ناس اونلاين، مش سيشن بقى ولكن كوتشنج، يعني خلينا نقول تشات. ابعت للناس على لينكد ان، اسالهم في سيناريو معين، قول له نصايحك فيها ايه، رايك ان انا ممكن اعمل ايه احسن في الشغل بتاعي، وهكذا. على لينكد ان الناس بتخدم او الناس بتساعد، مفيش حد هيبقى متضايق انه يحس انه paying back to society، او ان هو يدفع حاجه للناس، او انا اتعلمت دلوقتي فاقدر افيد الناس التانيه. حاجه كمان عندك دلوقتي بارد وتشات جي بي تي وبينج، ده اكسبرت تحت الطلب، يعني اكسبرت اون ديماند. اتكلم معاه في اي حاجه، ادخل كده اكتب له برومبت، قول له انا عايزك تاكت از ان اكسبرت ان، واكتب التايتل اللي انت عايز تساله فيه، وعايز احكي لك السيناريو الفلاني وقول لي ازاي اتعامل معاه، ايه الحاجات اللي اركز عليها، ايه الحاجات اللي لو عملتها هيبقى شغلي احسن. هيدي لك معلومات يعني في الجون. فما تفكرش ابدا ان انت مش عارف تتعلم في المكان اللي انت فيه. ونقطة مهمة جدا جدا، اوعى تقول لي ان انا عايز اسيب الشغل بتاعي وانت لسه ما مسكتش شغلانة تانية. خلينا في نظرية طرزان. طرزان لما كان بيتنطط ما بين الشجر كان بيعمل ايه؟ ما بيسيبش عود الشجر ولا الحاجة اللي هو ماسك فيها دي غير لما بيمسك التانية. امسك الوظيفة التانية وبعدين ابقى استقيل من الوظيفة اللي انت فيها. لكن تقول لي انا خلاص زهقت من الوظيفة بتاعتي دي فهستقيل واقعد لي شهرين ادور، دي مش فكرة كويسة خالص. الشغل بيجيب شغل، لكن قعدة البيت مش هي اللي هتجيب لك الشغل. بالتوفيق.